مساء الرعب والإثارة، معاكم عبد الله الجيهة، ودي فقرة رايح جاي. هنا بنحكي لكم أغرب وأعجب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. قصص هتخليك تفكر مرتين قبل ما تطفي النور بالليل. فلو بتحب النوع ده من الحكايات المرعبة والغريبة، دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. تخيل إنك قاعد بتتصفح النت وفجأة تلاقي إعلان غريب جدا. إعلان بيقولك: أنا اسمي أرمين ماي فيس، بدور على متطوع ما بين 18 و 30 سنة، متطوع قوي البنية عنده لياقة علشان أذبحه وأكله. علشان إيه؟ أذبحه وأكله. لو وقعت عينك على الكلام ده هتقول أكيد هزار، لكن في 2002 في ألمانيا ضابط شرطة وهو بيتصفح الإنترنت ليه الإعلان ده قدامه فعلا اتصدم، بس قرر يدخل بروفايل الراجل ده ويشوف الحكاية. المفاجأة إن الإعلان مش أول مرة يتكتب، ده كان كاتبه قبلها بسنة، والأغرب إن في تعليق حقيقي من واحد كاتب له: أنا موافق. الظابط ما استوعبش اللي شافه، عرض الاعلان على زمايله، في اللي قال مستحيل ده هزار سخيف، وفي اللي قال لا لازم ناخده بجديه. اللي خدوا الموضوع بجديه عملوا محضر واتجهوا على بيت ارمين، وبالمناسبه هو بنفسه كان كاتب عنوانه في الاعلان. وصلوا عنده سالوه، والمفاجاه ما انكرش، بالعكس بكل برود قال لهم: ايوه انا ناشر الكلام ده. بداوا يفتشوا البيت كله طبيعي لحد ما واحد من الظباط فتح التلاجة ويكتشف انها مليانه اكياس لحمه. بس الكارثه الحقيقيه كانت شريط فيديو مدته ساعتين وربع بيوري ارمين وهو بيقطع جثه. الدنيا اتقلبت. المعمل الجنائي والطب الشرعي اتحركوا فورا. لما مسكوه بدأوا التحقيق. الراجل كان بيتكلم بكل هدوء كأنه بيحكي عن يوم عادي. قال: أنا اسمي أرمين ماي فيس، اتولدت سنة 1961، حياتي كلها مليانة عقد مع أبويا وأخويا لدرجة إني كنت بتمنى كلهم، والخيال ده كبر معايا مع الوقت لحد ما بقى هوس حقيقي. وفي 2001 نشر الإعلان لأول مرة، واللي رد عليه كان مهندس ألماني اسمه بيراند عنده 43 سنة. الراجل قرر يروح بنفسه واتفق مع أرمين على كل التفاصيل. الأغرب إن الضحية بنفسه كان موافق إنه يتاكل، بل وطلب شرط غريب جدا مذكور في التحقيقات لو حد حابب يعرف، وهيلاقيني سايب له المصادر في الديسكريبشن تحت. وفي الاخر ارمين قتله وقطع منه حوالي 25 كيلو لحم، حطهم في التلاجة وكان بياكل منهم واحدة واحدة لحد ما خلصوا تقريبا. الشرطة لما قبضت عليه اتفاجئوا ان كل حاجة موثقة وكل حاجة بموافقة الضحية، وعلشان كده اول حكم خد بس 8 سنين سجن. طبعا الصحافة والاهالي انفجروا غضب، ازاي ده يتحكم عليه ب8 سنين؟ وبالفعل في سنة 2006 عادوا محاكمته واتحكم عليه بمؤبد، وهو لحد النهارده لسه عايش في السجن وبيظهر احيانا في مقابلات صحفية. القصة دي ما وقفتش عند كده، اتعملت عنها افلام ووثائقيات وبقت من اغرب وابشع القضايا في التاريخ. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا الليلة. قولولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة صدمتكم في اللي حصل، ولو عايز تشوفوا قصص تانية بنفس الغرابة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. استنوني في حلقة جاية وفي حلقة جديدة من رايح جاي مع عبد الله الجيهة، وساعتها هنغوص اكتر في عالم الظلام. وتصبحوا على خير.